الزمالك بأرضه المسحوبة، بأزمته المالية القاتلة، ب10 قضايا إيقاف قيد، بدون تدعيمات أو صفقات، بمدرب من أبناء النادي، بلاعيبة مستحقاتها المالية متأخرة، بإدارة مشاكلها لا تعد ولا تحصى، يبقى نابضا بالحياة بفضل جماهيره الوفية وبفضل قميص الزمالك. الزمالك في مكانه الطبيعي. بعد الكلام الكبير اللي قاله المعلق محمد فوزي في تعليقه على ماتش المصري والزمالك، النادي اللي ورايا ده المفروض يتحط في النص هنا بالظبط، يبقى اسمه نادي جماهير الزمالك بالظبط كده، ما يتقالش نادي الزمالك بس، لا، يبقى نادي جماهير الزمالك. الزمالك ملوش غير جماهيره. لا تقول لي بقى مؤسسي مش مؤسسي، جمعيه عموميه، اداره، احنا ما عندناش اي حاجه من الحاجات دي كلها. احنا الزمالك متصدر مجموعته في ظل ظروف صعبه وغريبه، احنا ازاي اصلا قادرين ننافس؟ لا، الظروف اللي موجوده دي في ايقافات قيد ومفيش تدعيم صفوف ومفيش فلوس، وعندك محترفين بيلعبوا. ان انا مستغرب المحترفين اللي عندنا دول اللي بيلعبوا غير اللي مشوا لسه قادرين يلعبوا معانا ليه؟ ايه اللي شافوه في النادي ده عشان يكملوا يلعبوا معانا كوره؟ مفيش سبب بيخليهم يقعدوا في النادي ده غير ان هم لمسوا ان في جماهير نظيفه بتشجع النادي ده. ما عنديش كلمه تانية اقولها لك. احنا كوره ما بنقدمش كوره، احنا النادي ده موجود عشان جماهيره موجوده. هم حاولوا يوقعوا النادي كتير، حاولوا يفصلوا الجماهير عن النادي وسوء نتائج والظروف مش حلوه وبيوقعوك بكل الطرق، انما الزمالك قوي هو جماهيره كده، فمش قادرين عليك. لسه الزمالك قادر يكسب رغم اللي بيحصل فيه ده كله، وبنفوز واول مجموعته وفرق بونت عن الاهلي في الدوري. عرفت ليه بقى؟ ليه الزملكاويه بيبقى فرحتهم مش طبيعيه باي بطوله بنحققها؟ لان اللي بيحققه الزمالك انت ما تقدرش تحققه. انا بحقق حاجات في الظروف ما ينفعش ان انا احققها. هات لي نادي في العالم مر بالظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك، والله العظيم ما هتلاقي. عمرك ما هتلاقي نادي بيمر بالظروف دي كلها وفي الاخر برضه قادر انه يظهر وقادر انه ياخد بطولات. المهم قبل ما اختم، عايز اوجه رساله بسيطه للكابتن محمد صبحي. يا كابتن محمد صبحي، انا نفسي قبل ما اموت اشوفك بتصد ضربة جزاء. امنية حياتي يا اخي حققها لي، اشوفك بتصد ضربة جزاء. انما انت كده لا، انا ما عنديش امل 1% ان هي تخبط فيك حتى بالصدفة.